قبل ما نبدأ نسألكم الدعاء لإخواننا المستضعفين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. في عصرنا الحالي انتشرت المدارس والجامعات، وبقى التعليم متاح لمعظم الفئات على عكس زمان اللي كان محصور على طبقات معينة من الناس. ده غير كده بقى عندنا نظام تعليمي متكامل. الدنيا حلوة وقلنا نريح والكل يستريح، جات لنا المصيبة الكبيرة. بعد كل المدارس والجامعات دي نلاقي الناس برضه بتسيب التعليم وما بقتش بتحس إنه مفيد ليهم، خصوصًا المرحلة الجامعية، وبالذات كمان المجالات العلمية اللي إحنا بنختصرها في كلمة STEM، اللي هي بترمز للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فعندنا إحصائية بتقول إن 40% بس من الطلبة في أمريكا بيبقى عندهم اهتمام بإنهم يدرسوا تخصصات STEM في الجامعة، و20% من ال40% دول هم اللي فعلًا بيكمّلوا تعليمهم الجامعي وياخدوا شهادة جامعية في أي مجال من مجالات STEM. أنت ممكن ييجي في بالك إن نسبة تكملة الطلبة للمرحلة الجامعية قليلة كده بسبب ظروف مادية أو عوامل اقتصادية بشكل عام، وأنا معاك إن ده سبب مهم فعلًا وبيأثّر على فئة مش قليلة من الطلاب، بس في سبب تاني ما حدش كان واخد باله منه. طريقة التعليم في الجامعات بشكلها الحالي بتخلّي الطالب مش فاهم ومستوعب المادة كويس، فبيبدأ يجيب درجات وحشة ويسقط ويكره المادة والجامعة باللي فيها، ويقول لك يا عم هي كده مش نافعة، أروح بقى أسيب التعليم وأشوف لي شغلانة. المشكلة دي عاملة قلق كبير جدًا خصوصًا في الدول الصناعية المتقدمة، لإن ما بقاش في خريجين كفاية من التخصصات اللي بقينا محتاجينها في العصر الحالي، زي العلوم والهندسة والتكنولوجيا. هتقول لي أنت جبت الكلام ده منين؟ هاقول لك إن منظمة The President's Council of Advisors on Science and Technology، أو مجلس مستشارين الرئيس لشؤون العلوم والتكنولوجيا، الرئيس الأمريكي يعني، قالت يا جماعة إحنا لازم نزود أعداد الخريجين من مجالات STEM بنسبة 33% كل سنة عن الوضع دلوقتي، لإن كده في مشكلة. وهنا جه دور بحثنا النهارده، اللي بيحاول يقدم حل غير تقليدي لزيادة نسبة الخريجين ومعدلات النجاح في الجامعات للمستوى المطلوب، عن طريق إن إحنا هنغير نظام التدريس ونخليه أسهل لفهم الطالب، وكمان يخليه يحب المادة، أو باختصار كده نستخدم تقنية اسمها الactive learning. طيب إيه الكلام ده؟ من زمان وإحنا دايمًا بنتعلم عن طريق التلقي والاستماع، يعني حضرتك في الدرس أو المحاضرة يبقى تسكت خالص وتسمع المدرس بيتكلم كده وخلاص. المهم البحث بقى بيقول لك لا، ده الدنيا دلوقتي اتغيّرت، ولازم نستخدم الactive learning أو التعليم النشط. طيب قُل لنا يعني إيه؟ يعني كلام يا حضرة المدرس أو المحاضر ما بقاش ليك لوحدك، أنت لازم تسأل الطلبة وأنت شغال، وتعمل حوار معاهم، وتورّيهم الحاجة عملي كمان، وتخلّيهم يجرّبوا الحاجة بنفسهم. ولو مش متاح يجرّبوا الحاجة عملي، ادّيهم ورق فيه أنشطة ذهنية أو مشكلات عملية يشتغلوا عليها، سواء لوحدهم أو مع بعض، وتعرّفهم إحنا ليه بنعمل النشاط ده، عايزكم تستفيدوا إيه من النشاط ده، وتخلّيهم يعرفوا الخطوات مش الإجابة وخلاص. ده الموضوع بتبسيط مُخِل، وده تعريف جامعة كورنيل للتعلُّم النشط، أو ممكن نقول عليه عندنا هنا التعليم التفاعلي. طيب إيه دليلكم يا باحثين إن الطريقة دي أحسن في التعليم؟ قال لك بُص، إحنا هنقارن ما بين التعليم التقليدي والتعليم النشط في حاجتين، درجات الامتحان ونسبة الرسوب. البحث درس 255 ورقة علمية تانيين بيتكلموا في نفس الموضوع، وقام مطلّع لك الزتونة منهم وشاف الكلام إيه. وأنا بقى دلوقتي هادّيك زتونة الزتونة. تعالَ بقى نشوف النتايج كده بسرعة. 1، التعليم النشط أقل في نسبة رسوب الطلاب، يعني 33.8 للتعليم العادي مقابل 21.8 للتعليم النشط. 2، احتمالية الفشل للطلاب اللي قعدوا يسمعوا المحاضر بس كانت أعلى بمرّة ونُص عن الطلاب اللي كانوا بيتفاعلوا في المحاضرة. 3، التعليم التقليدي فعاليته بتقل بشكل كبير كل ما عدد الطلاب زاد. التعليم التفاعلي برضه بتقل فعاليته مع زيادة عدد الطلبة ولكن بنسبة أقل. 4، أفضل نتايج للتعليم التفاعلي بتكون في فصل عدد الطلاب فيه مش أكتر من 50 طالب، وده رقم مش وحش، ولكنه برضه بيدّي نتايج حلوة للفصول اللي هي المتوسطة أو الكبيرة اللي هي بتكون أكبر من 100 طالب. دي نتايج البحث بشكل مختصر. ودلوقتي من فهمنا للبحث ده نقدر ندي شوية نصايح للطلاب وكمان للمعلمين. بالنسبة للطلاب حاول أثناء المذاكرة تستخدم وسائل إبداعية تدخّل بيها المعلومة في دماغك. طب إزاي؟ ارسم مثلًا المعلومة الصعبة في رسمة تفهمها، أو اعملها مثلًا قصة خيالية بشكل مضحك، لخّصها مثلًا في ورقة أو ورقتين أو اعملها خريطة ذهنية. واللي بالمناسبة نقدر نعمل لك التلخيص والخرايط الذهنية وكمان تلخيص أبحاث علمية لو حابب بسعر خفيف كده عليك مع خدمتنا لخّص لي اللي إحنا لسه عاملينها من قريب. هتلاقي التفاصيل بتاعتها في الdescription وفي أول تعليق مثبت. طيب ده بالنسبة للطلاب. طب والمعلمين بقى؟ البحث ده بيساعدك كمعلم توصل لدماغ الطالب بشكل أحسن. ده ممكن تعمله بحاجات بسيطة زي إنك مثلًا أثناء الشرح تسأل الطلبة أسئلة، خلّي برضه السؤال ممتع ولافف كده شوية، استخدم صور وألوان وفيديوهات وأنيميشن كمان لو متاح وأنت بتشرح، خلّي الطلاب يتفاعلوا مع بعض مثلًا في حل مشكلة أو مسألة.
كل دي حاجات تقدر تعملها عشان توصل لنتايج التعليم التفاعلي المبهرة اللي إحنا اتكلمنا عليها. وهدية كده بقى للناس اللي لسه معانا لحد دلوقتي، جامعة كورنيل عاملة موقع على النت فيه مقالات جميلة جدًا، بتعلمك إزاي تحضّر للدرس اللي أنت هتشرحه كويس، وإزاي تبقى معلم شاطر. مش عايز أحرق عليك الكنز الجميل ده اللي أتمنى إنه يفيدك بإذن الله في الdescription برضه وفي أول تعليق مثبت. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. أنا عارف إن الفيديو كان قصير ولكن هو بحث خفيف كده على السريع، بس حبيت إن أنا أشاركه معاكم لإن هو كانت نتايجه جميلة الصراحة. هتلاقوا لينك البحث في الdescription وفي أول تعليق مثبت لو أنتم حابين تبصوا عليه. أتمنى تكون استمتعت معايا النهارده وما أكونش تقِّلت عليك. أشوفك على خير بإذن الله، والسلام عليكم.